عندي كلب بعمل معاه فيديوهات مضحكه. كلب بتربيه يعني؟ نعم. تربيه الكلاب حرام ما تعرفش كده؟ والله انت داعيه. ما شاء الله. والله كنت عاوز اسال هل هو حرام ام الملائكه بتروح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اصطحاب الكلب الا لكلب صيد او كلب حراسه. حراسه؟ انا حراسه عندي مشكل والله. أنا أقول لك إيه؟ عندي ليمون في الجردة بيسرقوه لي وانا عامله في السطح، لما يجي السارق بيعمل هو برمي الحجر من السطح. انا هقول لك اهو. ده الامر الاول. الامر الثاني، ايوه الحراسه خارج البيت طبعا مش داخل البيت. نعم. الحراسه مش هحطه في البيت يا. بس احنا عندنا بلطجيه في السطوح. على العموم يعني ده الامر الثاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا لغير حراسه انقص الله من كل يوم من اجره قيراتان من الحسنات. غير الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب ولا صوره. يعني كل يوم قيرتين من الحسنات بينقصوا من حسناتك. تاني حاجه الملائكه مش هتدخل بيتك. تالت حاجه بس. انا بشكرك يا داعية يا اخي العزيز، والله بشكرك على المعلومات. بس انا عندي فكره انني ابعث الكلب او اعطيه لشخص ما، بس هو اصبح عزيز عندي صعيب الحال والله. بيقول لي الكلب مخلوق وفيه خير من البشر. يا عم كبر دماغك من الكلام ده. احنا بنتكلم احنا بقى بنتركه لله بقى. نعم هذا هو اللي كاين. نعم بس اي واحد بيربي الكلب مصيره جهنم ولا؟ ماشي يا ميدو. لا احنا ما انت كل يوم قيرتين من الحسنات بينقصوا منك. مصيبه. بنعمل ايه بالحسنات؟ بنشكرك يا شيخ والله بنشكرك. ان شاء الله راح اعمل له حل. انا عندي حديقه برا، بس خايف يسرقوه لانه كلب مشهور. لو شفتي فيديوهاتي، كلب مشهور عنده فيديوهات فيها الملايين. ما انا بقول لك بقى خلي بالك يعني. خلي بالك يا بان بقى عشان ايه احنا عايزين شكرا على النصيحه. هو بينبح. عملت لك فول اهو. الله يحفظك يا شيخ، ما شاء الله عنك. الله يحفظك. راجل محترم يعني. الله يحفظك. ماشي يا حبيبي. يعني هو كينبح. تسمع الشيخ يقول لي خاصك تحيدهم بالدار بينبح. وعلى الكلب قال لك حيدو لا تمشي. دابا كون نهار كيتنقصوا لي قراطين ديال الحسنات، وفينهم انا الحسنات عندي انا معروفه بالرجوله. والله قال لك حيد الكلب من الدار، كل نهار كتنقص لك 2 الحسنات. ايوا صافي نبقى ندير في النهار 10 الحسنات ويمشيو 2 يبقاو 8، المهم الكلب يبقى عندنا. انا كنضرب الحساب في هادشي الحسنات والله ديما كنخرج راسي ياكم. ويا اخي لطفي خلي داك الجمل راقد، خلي راه بديت نهضر في هاد المواضيع تخرا والضحك. وما ديك النهار قالت لي راه الكلاب كيخرجوا الملائكه، قلت لها فين عمرهم كانوا؟ بعد انا عندي الفوق الروينه، الفراشات مقلوبين ماليويات. تخممنا الدار. السيئات كيتنقصوا لك انت. وياه دابا دخل لي تنكر صاحبي، والله الا دخل لي تنكر. شنو غندير لهاد الكلب اخويا يمشي يدبر عليا ندخل انا لجهنم؟ هو ضامن الجنه. الكلاب الحيوانات اخوتي فين كيمشيو؟ والله الا كنسولكم بالفري بالله، الحيوانات فاش كتستفنى الدنيا فين كيمشيو؟